حتى راسي زينه. ها شوفونا يا الناس يا الخلق، هو مرته داروا علي وبراس راسي تقربون. يعوض مكانك يقول عقوبه عادي. قلت لك واحد وياي وكنت فوق البيت خيمه. لك انا امه كان اكون ما تريد ليش ما خليت الدار المسلمين؟ ليش تاخذني تعذبني؟ يقول عذبك حدا تموتين منو يعوض مكانك يمه بالبيت. حنينه وكنت فوق البيت خيمه. طلعت من دار المسنين، وقعتي بخروجك من الدار؟ لا ما وقعت. شلون وقعت؟ يعني انت من اجى اخذك من دار المسنين اي بعد تكفلك هو ابنك؟ اي قال لك كلش كفى وبسجات من شرط علي. قال لي هذا رقم التليفون عندي موجود. قال له والله بس تاذيها. هو قال لي بالصدق قال هذا مكانك. قال بس تاذيها انا اروح لك من هنا للبصره ويبنك. فين تليفوني؟ خلي خابر انا يا استاذ جاسم الغراوي مدير دار المسنين الرشاد. هذا الانسان اللي مواقفه حقيقه نبيله. هذا شخص فعلا مواقفه نبيله. والله خير. والله خير. واخلي كل المسلمين. قال لي لو صار مو زين وياك. وانا خايف من هالموضوع انه خاف لين طلعتي بعد اكو شخص اجى اخذ مكانك بالدار. لتحميل هذه النغمة اضغط على نجمة مرتين ب1500 دينار. السلام عليكم استاذ، ان شاء الله بخير. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. فدوى لقلبك استاذ. طبعا الله يطول بعمرك. تعرف هذه الام ام جبار اللي تم تصويرها قبل سنة؟ هاي ام جبار الانسانة اي اللي كانت ترقد بالدار. تركية اسمها. اي هذه اجى ابنها ماخذها من الدار. اي بالفعل اجى استلمها وقال امي واريدها الله يمي وتعيش وياي بالبيت، وسويت عليها ورقه وقال انا مستعد كل شيء حتى اوديها للعمره. هذا اخذت كل غراضها حتى تلاجهم اخذتها وياها من الدار. هذا اللي صار هسه. شنو اللي صار هسه؟ اللي صار هسه موجوده طبعا حقيقه منطقه الامين، منطقه بالنواب الضباط، يعني بغداد؟ جايه من بغداد وهسه قاعده بالمطار وحالتها يرثى لها، وكانت يم المولده والناس تناشد بيها ويابت على طب. اي بالله الكريم، وابنها قاتلها وموقع ماخذ منها بقطعه الارض. لا ماخذ منها قطعه الارض وطاردها وكاتلها. اي والله.